السلام عليكم ومرحبا بكم في كويزين سوسن. اليوم جيت وجبت لكم معايا وصفه تاع لي فيغين كما راكم تشوفوا بثلاث اذواق مختلفه. كنت حطيت لكم تصاور في لاباج تاعي تاع انستغرام وفيسبوك، وكنتوا قلتوا لي وبعثوا لي ميساج ابعتي لنا الوصفه، حطي لنا الوصفه، راني حطيتها لكم. اعتذر على هذا الغياب ولا على هذه الاطاله. واش نحتاجو في لاكريم تاعنا ولا لاموس ديالنا؟ عندي 2 كيسان ونص كريم شانتيي مع كاس ونص حليب. انا هنا كنت درت 2 كيسان وكاس، من بعداتيك ما صورت كي زدت نص حليب ونص كريم شانتيي. راح نخلطهم هذوما، نطلعهم مليح، من بعد نضيف لهم 3 علب تاع جبن امير. ناكد على جبن امير، من مستحسن ديروه، هو راح يعطيكم واحد المذاق روعه. بالنسبه للفورماج امير ولا جبن امير، اشروا العلبه اللي فيها 100 غرام. انا هنا كان بقالي شويه حليب في هذاك الكاس، كملته. قلت لكم خطر فيه 2 احجام، كاين تاع 60 غرام وكاين تاع 100 غرام. انتم استعملوا تاع 100 غرام. انا هنايا كنت بعد ما طلعت لك كريم شانتيي اللي قلت لكم 2 كيسان ونص كريم شانتيي مع كاس ونص تاع حليب، طلعتهم بيان. من بعد راح نضيف 3 علب تاع جبن امير. مع الاول انا درت 2 علب ونص، من بعد دقت شفت بلي خاصها شويه هكا الكو تاع الفرماج، رحت درت كملت العلبه الثالثه كما راكم تشوفوا معايا. اذا شفتوا لاكريم تاعكم ثقيله تقدروا تزيدوا تانيك شويه تاع الحليب، عادي جدا، على خاطر ساعات يكونوا كاينين انواع تاع لاكريم شانتيي اللي يجوا تقال بزاف. ماشي شرط ديري كاس ونص تاع الحليب، تقدري ديري زياده كما تقدري ديري اقل منه. المهم هذاك النص تاع الحليب خليه تضيفيه تدريجيا. انا هنا قلت لكم كانت عندي هذه كوموند تاع 30 فيغين الفيونساي. هنايا مولات هاد لا كوموند حبيت 3 غو بوينو شوكولا وبيستاش. كنت قسمت هاد لاكريم على 3، من بعد كل وحده راح ندير لها الذوق ديالها. انا هنا كنت البول الاول درت فيه هاد كريمه البيستاش، ولا هي تشبه جوغ التوفيا، هي تاع البيستاش. فضلت انه نديرها في لافارس، ومن الفوق راح ندير لها النوع الثاني تاع لاكريم بيستاشيو. كيما راكم تشوفوا خلطت هذيك لاكريم مع الكو تاع لاكريم تاع البيستاش كيما راكم تشوفوا معايا. هنا شفتها ناقصه، زدت لها شويه كيما راكم تشوفوا. بالنسبه للذوق الثاني راح يكون شوكولا. درت انا هنا استعملت المرجان، درت كميه من شوكولا المرجان لهذيك لاكريم. من بعد راح نزيد لها شويه عطر شوكولا مع مغرفه صغيره تاع كاكاو. راح تجي لاكريم سوا الحلاوه ديالها. هذاك الكاكاو راح ينقص لنا في الحلاوه تاع الشوكولا. هذا بالنسبه للذوق الثاني كما راكم تشوفوا معايا. راح نخلي لكم المقادير كامل في صندوق الوصف بالتفصيل. بالنسبه للذوق الثالث قلت لكم بوينو، راح نستعمل فيه تاني شوكولا المرجان ذوق بوينو مع الكو تاع البخاليني. كما تعرفوا كو تاع البخاليني هو تاع مكسرات بندق وغيرها، اذا راح يتماشى ويعطينا ذوق رائع. كاين اللي ذاقوا هاد لي فيغين عاودتهم مره واحده اخرى وعجبوهم. بالنسبه للطبقه اللي راح نديرها الطبقه التحتانيه والطبقه الاولى هي بسكوي عادي، استعملت بيمو كما راكم تشوفوا معايا، رحيته. من بعد راح نضيف له زبده ذائبه باش يتلم، وكي نديروه من التحت يجي شويه شاد روحه. المهم قلت لكم هذوك لي كريم كيما درتهم في لي بول، درت لهم بابي فيلم وحطيتهم في الفريجيدير يبردوا ويشدوا روحهم. ميم هذوك لي غو يطلقوا كل ذوق يبان. من بعد رحت للطبقه الثانيه اللي هي قلت لكم بيمو، باكي هنا تاع بيمو ولا باكي ونص على ما اعتقد. قسمت رحيته عفوا، ودرت له زبده ذائبه. هنا لي فيغين انا كنت استعملت هادو مدورين، راهم يتباعوا في الاسواق اشكال وانواع، ديروا واش تحبوا. كنت هنا حليت 30 وحده. من بعد ندير طبقه
اولى تاع البسكوي. نتوما قلت لكم استعملوا اي نوع تاع غاطو متوفر عندكم، من المستحسن يكون ناقص يعني شويه تاع الحلاوه باه ما يجوكمش لي فيغين ديالكم حلوين بزاف. هنا بعد ما عمرتهم كامل كما راكم تشوفوا درت حوالي ملعقه تاع اكل. ديجا هاد لي فيغين يجي فيهم لتحت واحد الخط هكا، واحد الحد كما راكم تشوفوا. عمروه كامل. من بعد الطبقه يعني ولا الطبقه الثانيه تعمروها بلا كريم وتزيدوا فوقها الشوكولا. كما تقدري ديري طبقه تاع بسكويت، طبقه تاع لا كريم، طبقه تاع بسكويت، طبقه تاع لا كريم، يعني عندك الاختيار. هنا اذا كانت عندك يعني لا كريم قليله تقدري ديري طبقه اخرى تاع بسكويت يعني باش تجيك يعني شويه زاكيه، هذا ما كان. لكن انا فضلتهم يعني الزبونه ديالي فضلتهم هكذا طبقه واحده تاع غاطو ومن الفوق لا كريم والشوكولا. هنا بعد ما كنت يعني كما شفتوني كنت نضغط على هذاك البسكوي بهذيك يعني الملاحه ولا اي حاجه هكا تكون ثقيله اضغطوا عليها باش البسكوي هذاك يشد روحه. من بعد بداو تعمروا لي كريم ديالكم. انا كانت حبت يعني 10 لي فيغين دوغ بيستاش، 10 شوكولا و10 بوينو. انا عمرت لها يعني 10 الاولين تاع بيستاش، من بعد شوكولا، من بعد بوينو. من المستحسن تستعملوا لي بوش باش تجيكم خدمه نقيه كما راكم تشوفوا، وتضغطوا ولا خبطوا هذوك لي فيغين ديالكم بهذه الطريقه باش يخرج لكم كامل هذاك الريح. بعد ما كنت عمرتهم كامل هذوك لي فيغين راح نبدا ندير الشوكولا من الفوق. عندي هنا كما شفتوا معايا كريم بيستاش، كنت حطيت يعني كميه منها، زدت لها حوالي مغرف تاع زيت باش تولي لي شويه ليكيد، على خاطر هي تجي بزاف شاده روحها هذيك كريم بيستاشيو. درتها في اون بوش هكا وبديت نفرغ فوق لي فيغين ديالي. من بعد نسوي السطح ديالي ونشوف وين هكا خصتني شويه تاع لا كريم بيستاشيو نزيد لها. يعني حاجه سهله كما راكم تشوفوا معايا بهذه الطريقه. يعني الفيديو راه يوضح كلش. كي تشوفوا عندكم مثلا بلاصه مازال فيها يعني الكريمه ماشي مغطيه، زيدي يعني كميه تاع لا كريم بيستاش ولا كريم بيستاشيو كيما حبيتو. من بعد بنفس الطريقه كملت تاع الشوكولا تاني، ضفت ملعقه ولا 2 تاع شوكولا المرجان، زدت لها الزيت يعني بلا ما نديروها في ميكرووند ولا غير هكاك، ديري لها غير شويه تاع الزيت تولي لك خفيفه. درتها تاني في اون بوش وعمرت يعني ولا غطيت هذيك الطبقه الاولى، وكنت زينتهم كما راكم تشوفوا معايا. تاع البيستاش درت لهم 3 حبات تاع بيستاش، تاع البوينو درت لها وحده تاع واسمها هاد لي بول تاع رافاييلو، وكاين اللي درت لهم يعني بندق. وبالنسبه للكو تاع الشوكولا درت هذوك الكرات تاع الشوكولا، وكاين اللي درت لهم حبيبه تاع الجوز. يعني جاو ما شاء الله بنان هايلين. نتمنى انه تجربوهم مناسباتكم وافراحكم. تقدروا ديروا نصف هذه الكميه. انا قلت لكم هذه الكميه خرجت لي 30 يعني 30 وحده حتى وقيل 34 وحده، المهم 30 كاينين. من بعد انت تقدري تقسمي الكميه، وكي تكون عندك مثلا عرضه صغيره ولا باينه بلي ما حاش ديري هذه الكميه كامل. المهم اذا عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم ما عليكم غير تخلوا لي جيم وكومونتير وتبارطاجيو لا فيديو مع احبابكم. تهلاو لي في روحكم وسلام.